السلام عليكم. طبعا كلنا نفسنا نحفظ القرآن الكريم، ربنا يمن علينا يا رب ونكون من أهل القرآن وخاصته، ويعني نلبس أهالينا يعني تيجان من النور. طيب، أنا شفت فيديو لأحد الشيوخ الكرام اتكلم فيه عن طريقة حفظ للقرآن الكريم، وقال فيها بعض الخطوات الحلوة. انا كتبت ورا الشيخ الخطوات دي وقلت انقلها لحضراتكم في الفيديو، لعل اللي ما عداش قدامه فيديو فضيلة الشيخ يعني يمكن يعدي قدامه الفيديو بتاعي. هو قال ايه؟ قال اول حاجة من الخطوات دي ان انت لما تيجي تحفظ القرآن الكريم لازم الاول تصححه على شيخ او على حد يكون معاه اجازة او كده، لان انت لو ثبته غلط بيبقى فيه مشكلة كبيرة انك تعرف تعدله مرة تانية. لازم نصحح الآيات على حد متخصص نحفظه حفظ صحيح. النقطة التانية اللي قال ان احنا لازم نفهم الآيات، يبقى مش بنحفظ بس، لان الفهم بيساعدنا على الحفظ. حتى كمان ضرب مثل لسورة عبس وتولى وقصة عبد الله بن ام مكتوم واللي حصل فيها. قال النقطة التالتة كمان لازم يكون ذهنك فارغ من أي مشاغل أو مشاكل. ما ينفعش تفتح المصحف وتبدأ تحفظ وتقول بسم الله الرحمن الرحيم وانتي عندك مشكلة وبتفكري وبتعملي. أنا عارفة إن المشاكل مش بتخلص، بس إيه، يكون ذهننا فاضي كده. النقطة الرابعة إن احنا نختار الوقت المناسب، وطبعا مفيش أحسن من بعد صلاة الفجر في البكور، بورك لأمتي في بكورها. فاحنا نصحى كده إن شاء الله بعد الفجر وننوي ان احنا نحفظ القرآن الكريم في الوقت ده. النقطة الخامسة، الآيات اللي احنا نحفظها بلاش تبدأ مثلا بصفحة انا هحفظ الصفحة دي النهاردة، لا، آيتين أو تلاتة وبالراحة وعلى مهلك، وارجع هاتهم تاني وسمعهم تاني، ولما تأكد عليهم خالص ترجع تروح تبدأ بقى في التلاتة أو الاتنين اللي بعدهم واحدة. احنا محدش بيجري ورانا يا جماعة، ربنا يعطينا العمر جميعا يا رب. طيب، النقطة السادسة اللي تحفظه تصلي بيه. انا جربت النقطه دي في احد الصور اللي كان نفسي احفظها قوي، بقيت اللي احفظه وكني ان شاء الله ثبت عليه اروح مصليه بيه طول الفروض كلها، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، وده بيثبت جدا جدا على فكره الحاجه اللي انت عايز تحفظها. نقطه بعد كده المراجعه المستمره، مش مثلا حفظت سوره البقره وقلت الحمد لله حفظت سوره البقره وتسيبها وتدخل على آل عمران. لا، طالما انت بتحفظ جديد لازم يكون ليك ولو قدر صغير من القديم علشان ترجع له وتثبته. المراجعة مهمة جدا جدا وبتثبت. اخر حاجة بقى وتعتبر اهم حاجة، ان احنا نخلص النية لله سبحانه وتعالى، ان احنا بنحفظ القرآن الكريم لله، ربنا يجعله نور لينا في قبورنا يا رب العالمين. نلبس ابائنا وامهاتنا تيجان من النور سواء كانوا احياء او اموات، يصل ليهم في قبورهم. ان احنا نكون كمان قدوة لاولادنا، ان هم لما يشوفونا بيحفظوا نساعدهم على الحفظ معانا، يعني نعدد ونجدد النوايا في حفظ القرآن الكريم. اسأل الله سبحانه وتعالى انه يجعلنا من اهل القرآن دائما يا رب، ونحن نختم حفظ القرآن الكريم ويجعله نورا وشفاء وشفيعا لينا يا رب العالمين. السلام عليكم.